حتى لو كان لها أصل الفدوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك، فإنها قد تترك لأمر أن أصبح هذا الأمر هو شعار لأهل البدع وشعار للزنادقة في هذا الزمان، يعني يدخلون في هذا الباب. يعني حتى الآن يتخيل حتى لعوام المسلمين إذا سمعوا أحد يعني يقول فاطمة عليه السلام أو علي عليه السلام ذهب إلى أن هذا الرجل هو صاحب منهج البدعي أو منهج الشيعي رافضي. فشيخنا يعني حتى لو كان هذا الأمر ألا يترك من باب حتى لا يساء الظن أو أن هذا الأمر قد يكون يعني أصبح شعارا لأهل البدع. هو الآن نعم صار شعار، فتجد أن يعني شعار البدع السلام على فاطمة رضي الله عنها أو علي أو أبي عبد الله. قال أبو عبد الله عليه السلام. والذي الله أعلم نرى أن نتجنب هذا القول، لا نصلي إلا على نبي. أما الصحابي مهما بلغ من آل البيت اللهم ارض عنهم لا نقول عنه عليه السلام بالفعل، مثل ما قال أبو عز الله هذا يعني كان بالفعل شعار لمبتدعة ما توجد في كتب القوم إلا علي عليه السلام، قول عنه هي لا توجد فيما أعلم إلا نادر، إذا وجد فنادر جدا يعني. فنترك شعار أهل البدع ونقول علي اللهم تعالى رضي الله عنه. كما تذكر فاطمة رضي الله عنها صلى عليه لما أكبر هذا في خلاف بين السلف. عليها السلام فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم بضعة النبي. ذكر ابن كثير في تفسير عليها السلام، أنا وقعت على كلام السلف عليها السلام، ابن كثير يقول عليها السلام وبعض السلف يقول عليها السلام. فاطمة في البخاري فاطمة عليها السلام، لكن أنا أقول الله أعلم ما أحبذ هذا الشيء، ما أرى أن التسليم والصلاة لنبي من الأنبياء. وكان حديث فيما قال صلوا على أنبياء الله فإنهم قد بعثوا كما بعثتوا، في كلام لكن إن شاء الله أقرب إلى الحسن لغيره. شيخ الألباني حسنه في صحيح الجامع. الحديث هذا إن صح إن شاء الله، وأنا أخاله أن يصح حسن، فلا نصلي إلا على النبيين. فاطمة عليه السلام نعلم اللهم ارض عنها. عرف العلماء والأفاضل الصحابي صحابية يترضى عنه وعنها، تابعي يترحم حوله، التابعي أتباع إلى الساعة هذه يترحم على موت المسلمين. والصحابي عرف العلماء هذا يترضى عنهم. فنقول أحسن شيء الشيخ سبتي له كلام جميل في هذا الموضوع، فأنه لا يرى التسليم والصلاة يعني التصرية والتسليم إلا للنبي الأنبياء عليه السلام. أما يعني أقول أنا وكان خلاف فلكية، لكن أرى أنا أنه لا يسلم إلا على نبي من الأنبياء. لمن يخصها عليه السلام أو علي عليه السلام؟ وأن السلف قالوا ذلك، أنا أعترف نعم، لكن أنا في قلبي حسيكة وفي قلبي تلجد، وما أقول علي عليه السلام رضي الله عنه. الله ترضى عنه عز وجل. ابن عباس أظن الله له فتوى في المسألة، أنا عندي موجود الكلام بحث. ابن عباس له فتوى في هذه المسألة. ابن عباس رحمه الله عنه كلام أنه لا نصلي إلا على نبي من الأنبياء. أما إطلاقها عليه السلام
هذا ما أرى صحيح والله أعلم. شيخ لكن البعض يقول ان اللي في صحيح البخاري يعني جاء من قبل النساخ ليس من كلام البخاري. من قبل النساخ يعني. هو مذكور وقع في البخاري، مذكور عليه السلام، مذكور في البخاري من قبل النساء يعني. ليس من كلام البخاري. نعم. صحيح هذا ولا لا؟ والله راجعها، وقعت في البخاري عليه السلام. أما من كلامه البخاري يحتاج إلى مراجعة، إعادة إن شاء الله. الله عليك. الله وإياكم عليه.